أنا اسمي شيماء. أنا عارفة إني ارتكبت ذنب كبير وغلطة كبيرة، ومفيش أي شيء يبرر اللي أنا عملته، بس أنا حابة أحكي حكايتي لعل وعسى تكون عبرة لغيري. أنا البنت الكبيرة لأهلي، ومعايا 2 إخوات بنات أصغر مني. أهلي كانت حالتهم المادية بسيطة شوية. أبويا كان موظف على قد حاله، وبعد الظهر كان بيشتغل في ورشة بيصلح عجل. خلصت تعليمي، وتعليمي كان متوسط، وقعدت في البيت وفضلت فترة طويلة، وبعدين اتقدم لي جوزي، وأهلي وافقوا عليه لأنه كان شخص كويس، وأهله كمان كانوا كويسين. أنا في البداية ما كنتش موافقة على الشخص ده، بس بعد إلحاح وإقناع من أهلي وافقت. جوزي كان الكبير من بين إخواته، والده كان متوفي وكان معاه أخ ولد واحد بس، وكان معاه 5 إخوات بنات، 4 منهم متجوزين، وآخر بنت كانت لسه متجوزتش، كانت بتدرس. وبالفعل اتخطبت للشخص ده كام شهر، وبعدها تم الجواز. اتجوزت في بيت عيلة، وما أدراكم طبعا ما بيت العيلة. أنا كان ليا شقة لوحدي، بس ما كنتش بطلع شقتي دي غير عن النوم بس. ومن بعد كام يوم بس من الجواز حكموا عليا إني أصحى الساعة 7 الصبح، أنزل تحت أشوفهم عاوزين إيه وأخدمهم. كنت بنزل أحضر الفطار، وجوزي كان بيفطر وبيروح على شغله، وكنت أنا بفضل طول اليوم تحت، مطلعش شقتي غير آخر اليوم بس على النوم. اخواته البنات كان طبعهم صعب جدا. انا كانت شخصيتي ضعيفة شوية، وما كنتش بقدر اقول لهم لا على اي حاجة، لدرجة اني من وانا في شهر العسل كانوا بيخلوني اشتغل كل شغل البيت لوحدي، وما كانتش امه او اخته بيساعدوني في اي حاجة. اخته كانت بتيجي من المدرسة تغير هدومها وتجيبها لي اغسلها لها، وحضر لها كمان الغدا. وكان لي اخت متجوزة كان عندها ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والولد ده كانت سايباه عند حماتي. كانوا بيخلوني انا اللي اغير له واكله وارعيه، وامه تقعد مرتاحة في بيتها. حتى لما كانت بتيجي عند حماتي ما كانتش بتعمل له اي حاجة، والمسؤولية كلها كانت عليا انا. فضلت على الوضع ده كتير لحد ما حملت وخلفت بنتي الكبيرة. في البداية أول ما عرفوا إن اللي في بطني دي بنت كانوا بيعاملوني أسوأ معاملة. حماتي كانت بتستخسر فيا، حتى العلاج والكشف، حتى الأكل، كانت بتطلع عيني في شغل البيت حتى وأنا حامل. وبالفعل خلفت بنتي. وفي يوم كانوا اخواته كلهم متجمعين عند حماتي، وانا كنت معاهم طبعا علشان اخدمهم. طلعت على شقتي بفتح علبة الشبكة بتاعتي، ما لقيتش غويشة من غوايشي. فضلت ادور وقلبت الدنيا عليها ما لقيتهاش، مع ان باقي الدهب موجود. يعني معقولة في حرامي هيجي يسرق غويشة واحدة بس ويسيب باقي الدهب؟ اكيد لا. علشان كده نزلت اسألهم، يمكن يكون حد من العيال طلع واخدها. زعلوا مني وقالوا لي انت بتتهمين احنا وعيالنا بالسرقة، ونزلوا فيا ضرب لحد ما عدموني العافية. طبعا انا ما قدرتش عليهم، لان الكترة بتغلب الشجاعة، وانا لا كترة ولا شجاعة. ولما رجع جوزي من الشغل اشتكيت له من اللي حصل. هو جه معاهم وكمل عليا بالضرب، وقال لي انت مهملة، انت اللي ضيعتي حاجتك. سكت يومها واخدني ووداني عند اهلي غضبانة. بس بعدها بكام يوم جت حماتي ترجعني. طبعا متقدرش تستغنى عن الخدامة بتاعتها. جوزي كانت شخصيته ضعيفة قدام أمه وإخواته، كان بيقبض مرتبه ويديله أمه وهي اللي تصرف علينا. حتى لو كنت عايزة أي طلب في البيت حتى لو بسيط، كنت أطلب منها وترجاها إنها تديلي فلوس أجيب الطلب ده. وطبعا كانت بتفتح لي تحقيق، الحاجة دي ليه وعاوزاها ليه، وحاجات ملهاش لازمة وكلام من ده. بعد ما خلفت بنتي حملت تاني وخلفت ابني، وبعد ولادتي لابني أخو جوزي اتجوز، وجات ليا سلفة في البيت. أنا قلت بقى خلاص هتيجي معايا سلفة في البيت وهتريحني شوية من كل الشغل ده اللي عليا. بس سلفتي دي بقى كانت شخصيتها قوية وست كده زي ما بيقولوا ست قادرة. من أول أسبوع فرضت سيطرتها على البيت وعليا، وأهل جوزي ما قدروش يعملوا معاها اللي عملوه معايا ده، بالعكس كانوا بيعملوا لها 1000 حساب، وكانوا بيخافوا منها لأن جوزها كان بيجي دايما في صفها. خلفت سلفتي أول طفل ليها، وكان ولد وسموه هاشم. حماتي وبناتها كانوا طايرين من الفرحة، كأنه أول حفيد في العيلة. كل الحب والدلع كان لهاشم وأمه. أما أنا وعيالي فكنا بنتعامل أسوأ معاملة، كنت عايشة وسطهم زي الخدامة. كنت عايشة معاهم وقلبي مليان بالكره والحقد عليهم. كنت بكرههم وبكره هاشم وأمه. كانوا بيفرقوا في المعاملة ما بينه وما بين عيالي. كان كل ما هاشم يكبر قدامي كان الغل بيكبر في قلبي ناحيته. ده حتى الولد الصغير كانوا بيخلوه يعاملني أسوأ معاملة، وما كنتش أقدر أزعقله ولا أقوله عيب. ولو حصل وزعقت له أمه كانت بتبهدلني وبتطلع عيني، إنما هي كانت بتضرب عيالي عادي، وكانت بتعامل بنتي زي الخدامة. ولو بنتي غلطت في حاجة كانت بتنزل على وشها ضرب بالإقلام، ولا كانت بتعمل اعتبار ليا ولزعلي.
وحماتي كانت شايفة كل ده وموافقة. ولما كنت بغضب وبروح عند أهلي أبويا كان بيرجعني، كان بيقولي رب عيالك وعيشي، أنا ما عنديش بنات تتطلق. كان دايما يقولي أنت الكبيرة ولو اتطلقتي هتوقفي حال إخواتك البنات. كنت بستحمل وبقول يلا أهي عيشة والسلام. دي حتى حماتي كانت حرمة عيالي من كل شيء. كنت عاوزة أودي بنتي درس زي زمايلها، رفضت وقالت لي يعني هي هتطلع ايه، دي خايبة زيك. انما كل الحلو لهاشم. وفي يوم كنت قاعدة تحت عند حماتي، كنت في المطبخ بعمل الاكل ومعايا عيالي. كانت سلفتي فوق في شقتها لانها طبعا بتطلع وبتنزل براحتها، غيري انا خالص. جه هاشم وفضل يتشقى ويضرب في ابني، وانا كنت بقوله خلاص عيب كده، ما كانش بيسمع الكلام. هاشم في الوقت ده كان عنده 5 سنين وابني كان عنده 6، وعلى الرغم من ان ابني الكبير انما هاشم فضل يضربه ويبهدل فيه، وما كانش ابني بيقدر يكلمه علشان طبعا بيخاف من امه ومن حماتي. كنت واقفة جنب البوتاجاز وابني كان واقف، جه هاشم وضرب ابني حتة قلم، وابني قعد يعيط ووقع على الارض. ما دريتش بنفسي غير وانا نازلة على هاشم ضرب بالاقلام وبشده من شعره وبهريه ضرب في كل حتة. هو قعد يعيط ويصرخ، خفت ان امه وحماتي يسمعوه وييجوا يبهدلوني. رحت حطيت ايدي على بقه علشان اكتم صوته، وهو فضل يقاومني. من كتر ما هو بيقاومني راسه اتخبطت في رخامة المطبخ. فضلت كاتمة صوته علشان ما يبكيش، وما كنتش حاسة ان انا كده بكتم نفسه. فضلت اكتم في صوته لحد اما الولد مات في ايدي. ايوه مات ووقع من ايدي. ببص عليه علشان افوقه لقيته ما بيتحركش. كنت في حالة من الرعب والصدمة، معرفتش اعمل ايه. انا من خوفي لقيت صندوق كبير تحت الحوض، فتحته وحطيت فيه الولد علشان محدش يشوفه، لانهم لو كانوا شافوه وعرفوا ان انا اللي عملت كده كانوا هيقتلوني انا واولادي. نبهت على ابني وبنتي ما يجيبوش سيرة لحد، وقعدت افكر ازاي هتخلص من المصيبة السودة دي. بعد شوية نزلت امه من فوق وسألتني عن ابنها، بس انا قلت لها هو كان هنا بس خرج الشارع يلعب. طلعت تدور عليه ما لقيتهوش. نادت حماتي وطلعوا يدوروا عليه في كل مكان. فضلت امه تصرخ وتصوت وتقول ابني اتخطف، واتصلت على ابوه واخواتها، وفي خلال ساعة الدنيا اتقلبت وفضلوا يدوروا على الولد في كل حتة. وانا كنت ميتة من الرعب. انتهزت فرصة انهم طلعوا من البيت يدوروا عليه في الشوارع. رحت انا مطلعة الولد من الصندوق وشلته وطلعته فوق على شقتي، حطيته في الدولاب ونزلت ادور معاهم عليه في كل مكان. بلغنا البوليس وفضلنا ندور طول اليوم على الولد. اخر اليوم طلعت شقتي وانا منهارة مش عارفة اتصرف ازاي. كلمت اخواتي وجم عندي في الشقة وقلت لهم على كل اللي حصل علشان يعرفوا يتصرفوا معايا. اخواتي جات لهم حالة صدمة من اللي انا قلته، واول ما فتحوا الدولاب وشافوا جثة الولد نزلوا عليا ضرب، عدموني العافية. قالوا لي وديتي نفسك في داهية، ايه اللي انت عملتيه ده؟ حرام عليكي ليه كده؟ هتعملي ايه في الكارثة دي؟ وبعد ما هديوا شوية فكرنا هنعمل ايه في الجثة. جبنا شوال وحطينا فيه جثة الولد ورمينا الشوال ده من منور شقتي. المنور كان بيطل على حوش ناس جيراننا. الحوش ده كان واسع وفاضي وما كانش فيه غير عشة فراخ بتربي فيه جارتنا صاحبة الحوش بط وفراخ. فضلت الجثة مرمية في الحوش لمدة أسبوع. طوال الأسبوع ده جوزي واخواته كانوا بيقلبوا الدنيا على الولد. طبعا أهله كانوا منهارين وأمه كانت في حالة صدمة. صاحبة الحوش اللي كانت مرمية فيه الجثة كانت ست كبيرة وما كانتش بتقدر تروح تأكل البط والفراخ كل شوية. كانت بتخلي بنتها الصغيرة هي اللي تروح تحط لهم أكل ومية. وبعد أسبوع ابتدت تشم ريحة وحشة طالعة من الحوش عندها، فقالت تروح هي بنفسها تشوف ايه اللي في الحوش ده، يمكن الطيور بتاعتها ماتت وطلعت ريحة. فراحت على الحوش ودخلت العشة ما لقيتش حاجة. طلعت تدور في الحوش بتاعها على مصدر الريحة، لقت الشوال ده مرمي في الحوش. هي افتكرت انه ممكن يكون حد من الجيران رمى شوال في زبالة في الحوش بتاعها، فراحت على الشوال علشان تفتحه وتشوف ايه اللي فيه بالظبط. اول ما فتحت الشوال اتفاجئت بالجثة قدامها. الست جات لها حالة صدمة، فضلت تصوت وتصرخ والناس كلها اتلمت على صوتها، واهل جوزي وانا معاهم جرينا علشان نشوف في ايه. اتفاجئوا بجثة هاشم في الحوش. هنا بقى كل الناس فضلوا يصوتوا ويصرخوا وانا معاهم. الدنيا اتقلبت. ام هاشم اغمى عليها ونقلوها للمستشفى، والبوليس جه واخدوا الجثة وفضلوا يحققوا علشان يعرفوا مين اللي عمل كده، وفضلوا يسألوا ابو هاشم لو كان ليه اعداء او شاكك في اي حد. اخدوا طبعا الست صاحبة الحوش وفضلوا يحققوا معاها. واهل جوزي قالوا انهم شاكين في واحد من الجيران. الشخص ده بيشرب مخدرات وممكن يعتدي على الاطفال، يعني ممكن يكون اخدوا اعتدى عليه وبعد كده قتله. الشرطة اخدوا الشخص ده وفضلوا يحققوا معاه،
بس بعد كام يوم طلع الشخص ده لأنه أثبت براءته وأثبت إنه ما كانش موجود في البلد خالص وقت حدوث الجريمة. ولما سلفتي خرجت من المستشفى قالوا لها لو كان ليها أي أعداء أو كانت بتتهم حد معين. سلفتي بقى قالت لهم أنا مفيش حد بيكرهني وبيكره ابني غير شيماء، هي اللي قتلت ابني، أنا قلبي حاسس إن محدش عملها غيرها. وبالفعل البوليس جو أخدوني، ومع أول قلم في قسم الشرطة اعترفت بكل حاجة. قلت لهم إني ما كانش قصدي إني أقتله وإن اللي حصل ده كان غصب عني، بس محدش صدقني وحبسوني على ذمة التحقيقات لحد ما اتحكم عليا بالإعدام. بس أبويا قوم لي محامي كبير والحكم اتخفف عليا لمدة 15 سنة، وأنا لحد الآن محبوسة بقضي فترة الحكم اللي اتحكمت عليا. اتحبست قهر وظلم. أنا حزينة على الذنب اللي أنا عملته وبطلب من ربنا في كل وقت إنه يغفر لي، بس هما اللي وصلوني لكده، هما اللي بظلمهم ليا وقهرهم ليا ولأولادي خلوني مجرمة. اتحرمت من أولادي اللي أهل جوزي رفضوا إنهم يربوهم ورموهم لأبويا، وجوزي طبعا طلقني وما بيسألش عليا ولا على عياله. أنا عملت ذنب كبير وأنا معترفة وبتمنى من ربنا إنه يسامحني، بس الذنب ده هيفضل عار ليا ولأولادي طول عمرهم. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.